الله إذ خرج الحسين فينا اليوم هل يأمرنا بالبكاء عليه؟ هل يأمرنا بأن نخرج زرافات مجاميع سووا صفوفكم وكل واحد يلزم زنجيل بإيده ويلطم عليه؟ هل يطلب من عندنا نجيب خطيب ورادود نقرأ عليه نبكي الناس عليه؟ هل يأمرنا الحسين بأن نطهو الطعام؟ هل يأمرنا الحسين إلى آخره؟ افتح هلالين صغيرين وضع ما تضع. أم ماذا يقول؟ الجواب لك أيها المستمع الكريم. أم يقول دع عنك هذا وذاك، ما قتلت لكي تبكون وتلطمون، عندكم حيف فهبوا وارفعوه، عليكم ظلم فهبوا وادفعوا الظلم عنكم، عندكم ظلم فاسدين انتفضوا لحالكم وانتصروا لدينكم وبلدكم. ناشدتكم الله، لمن يميل الحسين؟ الجواب إلك بأسلوب إعلامي، المايك بإيدك. تتصور الحسين شنو يميل؟ شو يقول لك؟ كل بحسبه. هذا المطلوب أحبتي. يا لثارات الحسين، ما قالها إنسان إلا وانتصر، لكن كون هالعبارة هاي دقيقة تأخذ مأخذها. هل أخذنا ثأر الحسين؟ لا تتصور أن مأساة كربلاء وظلم يوم العاشر فقط يوم كربلاء، لا، أينما وجد ظلم فاعلم أن هناك كربلاء تستحق حسينا لأن فيها يزيد. سيد الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه قبل شهادته بأيام قال المرحلة تحتاج للحسين عليه السلام. العبارة جدا دقيقة أحبتي. الوضع والحال يحتاج إلى الحسين. لماذا سيدنا؟ لأن الملك بيد يزيد. يقصد اللي تعرفونه أنتم. مثالي، انصتوا جيدا إخوان، وطالبوا المنابر التي تجلسون تحتها، وطالبوا الخطباء الذين تصغون لهم. الكلام لي ولأمثالي الخطباء أعزهم الله. كفانا حديثا عن الطهارة والنجاسة والحيض والنفاس. لقد أتخمت الناس وأتخمنا الناس من هذا الحديث. الآن المرحلة مو قضية طهارة ونجاسة وحيض ونفاس. اليوم القضية تحتاج لوقفة. اليوم المنبر يحتاج لبيان فساد الفاسد وظلم الظالم وإظهار الحق للمظلومين.